رد الدكتور النجدي على الدكتور موفق الربيعي. الدكتور السؤال الذي طرحه الدكتور الحامدي قال أنه هل هذا من أصول الدين، وهل هذا قضية ركنية بحيث أنه تقرر مصير المسلمين ومستقبل المسلمين؟ أنا أقول له لا، أنت خلاف الإمامية. إنما هذا ليس من أصل الدين. أنت إما تعمل بالحقيقة وإما تخالف الإمامية كلها. تكلم بالدليل. أنت تقول أنت لست هذا ليس أصلا. أنت تخالف الإمامية وأصولهم بإجماع. أصول الدين واضحة يعني. إن الإمامة عندكم أعلى من النبوة. التوحيد. هنيئا لهم، نسأل الله تعالى لهم الجنة. والقضية الأخرى التي أردت أن أبينها، وهي قضية قد حدث فيها لبس بالنسبة لبعض الأخوة، وهي قضية من لا يؤمن بالإمامة من إخواننا أهل السنة. فنحن في معتقدنا أن الإمامة ضرورية من ضرورات الدين ونؤمن بها. الذي ينكرها من أهل السنة يعتبر مسلما طبعا ومؤمن بالتوحيد والنبوة والمعاد والقرآن والصوم، لكنه لا يعتبر مؤمنا بالإمامة. والقرآن الكريم عندما نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل